هنقرا النهارده يا شباب مع بعض الماتيريال. هنتكلم النهارده على ال explain the accrual basis. احنا هنوضح ال accrual basis نظام الاستحقاق of accounting في الحسابات and the reasons، وايه السبب of adjusting entries، وايه ايه السبب اللي يخلينا نعمل adjusting entries او قيود التسوية. If we could wait، لو احنا استنينا to prepare financial statement عشان نعمل القوائم المالية until the company ended، لحد ما الشركة تنتهي خالص او تقفل its operations، عشان لما تقفل الاوبريشن الشغل بتاعها كله no adjustment would be needed، مش هنحتاج ل adjustment. يبقى لو احنا عايزين نستنى ان الشركة تقفل خالص مش هنحتاج adjustment. management usually wants monthly financial statement. الإدارة بتبقى محتاجة كل شهر قوائم مالية، كل شهر محتاجة تقرير. The Internal Revenue Service ال IRS اللي هي مصلحة الضرائب في أمريكا requires all business to file annual tax return. محتاجة كل الشركات إنها لازم تعمل annual tax return، كل سنة تقدم الإقرار الضريبي بتاعها. Therefore accountants divided the economic life، عشان كده المحاسبين بيقسموا ال economic life عمر of a business into artificial time period، لفترات معينة اللي بتقسمها لفترات. the convenient assumption، الفرضية ديت اللي احنا بنفترضها دي is referred to as، بنسميها ايه؟ time period assumption. يبقى دي فرضية ان انا بفترض ان الشركة بتتقسم لفرعين من year 1 ل year 10. احنا عندنا بناخد كل سنة لوحدها ونقعد نعمل لها تقارير مالية. الفيسكال اند كالندر يير، لازم تعرف ان في فيسكال يير وفي كالندر يير. الفيسكال يير accounting time period are generally month، ممكن يبقى عندنا month او quarter او year. فممكن اطلع فترة شهر، وممكن اطلع كل 3 شهور، وممكن اطلع كل سنة تقرير. monthly and quarterly time، التقارير الشهرية والتقارير اللي بتطلع كل ربع سنة او كل 3 شهور period بنسميها ايه؟ بنسميها interim periods، يعني فترات في النص. an accounting time period، الفترة المحاسبية بقى بنسميها ايه؟ اللي هي 1 year بنسميها length، بتبقى اسمها fiscal year. many business use calendar year، في calendar year لو هو الكالندر year بيبتدي في يناير وينتهي في ديسمبر، ف at the accounting period بنسميها برضو calendar year، تبقى هي الفيسكال year هي الكالندر year لو احنا بنبتدي السنة في 1 يناير وبننتهيها في 31 ديسمبر.